فعلا في روتين ثابت معايا من 5 سنين هو اللي خلاني بفضل الله اوصل هنا دلوقتي. اول حاجه انا عندي عاده ان انا مستحيل اصحى وانا مش عارفه انا ورايا ايه، عشان لو انت صاحي تاني يوم مش عارف انت وراك ايه اعتبر اليوم راح. انا كل يوم قبل ما انام مش شرط حتى اكتب، انا في دماغي انا هصحى اعمل 1 2 3 4. تاني حاجه ثابته معايا ان انا بشتغل مهما كنت حاسه مهما كنت مش عايزه، لان انا ما بعتمدش على الشغف ولا بعتمد على التحفيز، انا بعتمد على الانضباط. انا ورايا شغل ورايا مذاكره انا هعملها مهما كنت حاسه مهما كان فيا ايه، الا لو كنت تعبانه او خلاص عقلي مش مستوعب ساعتها بوقف. اما تالت حاجه وانا عندي عاده ان انا لازم اتعلم كل يوم معلومه جديده. المعلومه الجديده اللي انا بتعلمها صغيره كل يوم دي مش هتكون مؤثره في اليوم، بس في حاجه اسمها compound knowledge، ان انت لو ضربت المعلومه الصغيره دي كل يوم على مدار 5 سنين هتعمل عقليه تانية خالص. عشان كده انا عقليتي دلوقتي مختلفه عن عقليتي من 5 سنين، وفي تطور كل سنه عن سنه. واهم حاجه ان انا بقلل القرارات اليوميه خصوصا في الايام الزحمه. يعني انا اليوم الزحمه اللي انا عارفه ان انا هو يوم طويل قوي، بيبقى اليوم اللي قبله مثلا محضره انا هاكل ايه، محضره انا هلبس ايه، محضره ايه الحاجات اللي في شنطتي. بيقلل القرارات اليوميه اللي انا باخدها تاني يوم، وبيقلل العطله وبيقلل استنزاف الطاقه. بس طبقوا الروتين ده وقابلكم كمان 5 سنين وهتشكروني.